17 يونيو الساعة 3 بإذن الله في نادي الزمالك. احنا داعين فيه النادي الأهلي ويشرفنا يكون موجود النادي الأهلي، وهنبدأ صفحة جديدة مع النادي الأهلي، لكن مش هينفع النادي الأهلي يدينا تعليمات ودروس من خلال بعض القنوات. سيد محمود طاهر شخصية دي يتفضل يقول رأيه على الترابيزة في 22 نادي، أنا صوت يقنع ال 21 نادي بوجهة نظره. هنقول له تعظيم سلام. احنا كان عندنا السيد فرج عامر رئيس نادي سموحه اللي استضافنا المره اللي فاتت، كان ضد الغاء الهبوط. لما اتعرض عليه الموضوع قال لا انا موافق، فيقول وجهه نظره. اتحاد الكوره احنا اجلنا الاجتماع بسببه، لانه عندهم مسافرين زي ما قلت قبل كده، عندهم ما شاء الله عندهم هيلعبوا البرازيل في كاس العالم، الفريق هيلعب البرازيل هناك، فاحنا انتظرنا. هم اللي حددوا الميعاد يوم الثلاث يكونوا كلهم رجعوا ان شاء الله. الاجتماع المفروض كان يبقى في القناه، بس عشان انا مرتبط بمؤتمر في ابو ظبي وفي ناس من السفر، فاحنا هنخليه في نادي الزمالك. تمام؟ نمرة 3 احنا هنينا بنهني السيد المشير السيسي رئيس الجمهوريه بثقه شعب مصر، وهو محل هذه الثقه. وبنهني السيد ابراهيم محلب رئيس الوزراء الرياضي رئيس نادي المقاولين العرب، في عز بقى ما كان في مقاولين عرب. برضه عمال يبعت لنا جوابات يعلمنا فيها الادب، هنقولها دلوقتي الجوابات هي ازاي بخاطر زي لجنه الانديه. بنهنيه بتجديد ثقه السيد رئيس الجمهوريه في تكليفه بانه يشكل الوزاره الجديده. بنتمنى طبعا ان يكون السيد خالد عبد العزيز موجود في الوزاره، لانه من الشخصيات المحترمه اللي دعمت الانديه. نتمنى طبعا السيد وزير الداخليه يكون موجود في الوزاره لسبب بسيط جدا، انه اولا دي مناسبه ان احنا بنشكر الجيش والشرطه قياده وضباط وافراد، لانهم حموا الاستحقاق الاول هو الدستور، ثم حموا الاستحقاق الثاني هي الانتخابات الرئاسيه. ويمكن العالم كله شاهد ان مفيش حتى ما شاء الله حدث حادثه واحده. بنطلب مقابله السيد المشير السيسي رئيس الجمهوريه في وجود السيد ابراهيم محلب رئيس الوزراء، لان الانديه ليها طلبات عندها مشاكل. استمع لينا السيد رئيس الجمهوريه في الوقت اللي دعانا فيه في فندق المسا، لكن كان يستمع لنا بصفته الرئيس المحتمل. نحن نريد ان نتحدث مع الرئيس الشرعي المنتخب بإرادة شعبية. 24 مليون مواطن مصري نزلوا بدرجة حرارة 46 و47 علشان يقولوا يتحدوا الإرهاب ويتحدوا البلطجة ويقولوا احنا عايزين هذا الرئيس. فاحنا بنطلب عن طريق طبعا معاد مع سيادته ويكون في حضور السيد رئيس الوزراء. ان شاء الله قلنا الاجتماع الجاي باذن الله هنناقش كل القضايا بلا استثناء. اتحاد الكوره طبعا مدعو، رئيس لجنه المسابقات مدعو، رئيس لجنه الحكام احنا داعيينه، الخبراء الفنيين داعيينهم، فاروق جعفر، حسن شحاته، مصطفى يونس، مصطفى عبده، كابتن الخطيب. احنا ما عندناش مشاكل مع اي حد. البيت اللي جاي مع الرئيس تظلمات الاستئمار، لكن نخلي التظلمات اتحاد الكوره كله بهيئه بالظبط كده. احنا